السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا حبايب قلبي ان شاء الله هنعمل مع بعض سلق الكرنب، وكمان هنتعلم ان احنا ازاي نقطع الكرنبة بطريقة سهلة جدا جدا ومبسطة للمبتدئين. وكمان لو انتي ست بيت وصعب عليكي تقطيع الكرنبة، باذن الله في الفيديو ده هنقطعها سهلة جدا، وكمان هنقولك ازاي تشتريها وتكون حلوة وصبحة وتكون مش مكبسة. ازاي الكلام ده؟ يعني دلوقتي شايفين كده الكرنبه اللي انا جايباها دي ما شاء الله حلوه جدا، زائد كمان ان هي مش مكبسه خالص. نعرف منين؟ ومهويه دي يعني حاجه كويسه، خفيفه كده زي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي. طبعا خفيفه جدا، انا حاسه بيها اهو، شايفين؟ طبعا هي دي مواصفات الكرنبه الكويسه، لما تيجي تشتري تلاقيها خفيفه ومهويه كده، مش مكبسه وتقيله. التقيله دي بتبقى مش حلوه خالص، ومن جوه بتبقى الورق بتاعها مش حلو خالص. يلا نبدا كده يا حبايب قلبي الفيديو. وقبل اي حاجه نصلي على النبي كتير، وكمان نبدا ان احنا نشترك في القناه لو احنا مش مشتركين، وكمان دعمينا باللايك، وكمان قولوا لنا كومنت حلو زيكم كده، وقومي بسرعه اعملي الكرنب باذن الله يطلع معاكي فله احسن من اي طريقه اعتمدتيها قبل كده. اول كده حاجه يا حبايبي معايا هنا ان احنا بنبدا ان احنا هنقطع كده الكرنبه من النص، هنفرخها الصوره بتاعتها دي. تمام كده يا حبايب قلبي. بصوا كده يا حبايب قلبي، شايفين دلوقتي احنا بنبدا ان احنا نفرخها يعني ايه؟ نبدا نشيل الصوره اللي في النص دي عشان نعرف نتحكم فيها. تمام كده، شايفين؟ طبعا بكل سهوله اهو. طبعا شلناها، بصوا بدأنا ان احنا نشيل كده بالسكينة بالراحة خالص، شايفين اهو شايفين؟ طبعا بصوا اتفرغت قدامنا وبقت حلوة جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا في الوقت ده نكون حاطين مية بتغلي على النار عشان نبدأ ان احنا نسلقها اهو. يلا نشوف مع بعض كده يا حبايبي. شايفين طبعا ما شاء الله حلوه جدا، وبدات ان انا شلت منها الصوره وكانت كده تمام معايا زي الفل خالص. شايفين برضو هي مهويه ومش مكبسه ازاي؟ ده اللي انا بقول لكم عليه. بصوا الورق ما شاء الله متفرد كده وجميل جدا جدا. يلا نبدا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. بصوا كده يا حبايب قلبي، انا دلوقتي معايا حله على النار وملياها ميه سخنه زي ما احنا شايفين كده، عشان نبدا ان احنا نسلق الكرنبه. في دلوقتي تركايه كده صغيره عشان لو احنا معانا الحلل دي اللي هي بتزق من الميه، طب نعمل ايه عشان ما نتعبش نفسنا في الغسيل ونبدا ان احنا ندعك وكده؟ لا، احنا نتفادى ده كله، ونبدا ان احنا نجيب معانا حاجه بسيطه جدا، نص ليمونه، ونبدا ان احنا نعصر من نص الليمونه دي في الميه. هتعمل لنا ايه بقى؟ هتعمل لنا اللي هي هتبدأ ان هي مش هتخلي معانا زرقان يحصل في الحلة خالص خالص. وجربي التركاية دي هتفرق معاكي جدا وهتشوفي النتيجة. وبرضو بإذن الله هوريلكم الحلة في الآخر بعد ما نسلق الكرنبة، هتطلع معاكي مفيهاش نقطة زرقان أبدا. بصوا شايفين؟ هي النقطة البسيطة دي هي اللي هتعمل لنا كل اللي أنا بقولكم عليه ده. بصوا كده يا حبايبي، دلوقتي عصرت النقطتين دول، وبعدين هبدأ ان انا احط نص الليمونة كله في قلب الحلة. ليه بقى؟ عشان هو اللي هيساعد ان انا ما يحصلش معايا زرقان ابدا، والحلة هتطلع بيضة قشطة زي ما هي، ولا هنتعب ولا اي حاجة خالص. جربوها وان شاء الله هتفيدكم جدا في كل حاجة. يلا كده يا حبايبي، دلوقتي هنسيب المية ان هي تغلي معانا، وبعدين نبدأ ان احنا نحط الكرنبة زي ما هي، مش هنقطعها زي ما هي، ما تقلقيش خالص. اتعلمي الحركة دي معايا باذن الله تطلع معاكي فله. وكمان الكرنبه هتبدا ان هي تدوب لوحدها في الميه السخنه، ونبدا ان احنا ناخدها منها الورقات عادي جدا، مش لازم تقطعيها وتتعبي نفسك. بصوا كده يا حبايب قلبي، خلاص دلوقتي الميه بدات ان هي تغلي. ابدا ان انا اقول بسم الله كده قبل اي حاجه واحط الكرنبه معايا. يلا كده بسم الله اهو، شايفين؟ بصوا كده يا حبايب قلبي، دلوقتي بدات ان انا احطها كده، شايفين؟ طبعا ما تقلقيش خالص، الحركه دي هتخليها تستوي، وما تقلقيش خالص، ان شاء الله تطلع معاكي فله اهو كده. قبل اي حاجه بس يا حبايبي نصلي على النبي كتير، ونبدا ان احنا نشترك في القناه، وكمان ندوس على اللايك، وكمان تقولوا لي عملتوا ايه. باذن الله الكرنبه تطلع معاكم بالطريقه دي جميله قوي. جربيها لو اول مره تعمليها، ولو انت مجرباها قبل كده يا ريت تقولوا لي في الكومنتات. بصوا كده يا حبايب قلبي، دلوقتي هبدا ان انا اضغط عليها وانزلها كده في الميه اهو، شايفين؟
سهله قوي قوي قوي. لو انت مبتدئه قومي بسرعه جربي الحركه دي. وطبعا ما تنسيش التركه اللي انا قلتلك عليها بتاعه الليمون. زائد كمان ان انت وانت بتجيبيها تجيبيها مهويه مش مكبسه، عشان الورق يبقى حلو معايا كده وصابح، وما تبقاش تقيله يا حبايبي، تبقى خفيفه. تمام كده اهو شايفين. نبدا ان احنا هنبدا كده ان احنا نعملها زي العجله، يعني نبدا ان احنا ناخدها كده من حته لحته، نشوف ان هي استوت منها. تمام كده يا حبايب قلبي. ونفضل نعمل كده، وبرده هوريكم باذن الله كل حاجه، وكمان هنقطعها مع بعض خطوه بخطوه وهنشوف هتعمل ايه. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي كتير. بصوا كده يا حبايب قلبي، دلوقتي هي خلاص تبدا ان هي في السوا. شايفين الورق وقع ازاي؟ هو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه. ليه تتعبي نفسك في الاول وتبداي ان انت تقطعي، مع ان انت ممكن تعملي الخطوه دي اصلا ممكن تنزل لوحديها. شايفين الورق بيتفرغ لوحده ما شاء الله. طبعا الورق شكله صابح وجميل قوي. اهم حاجه يا حبايبي نتاكد ان هي صابحه عشان تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله. بصوا اتفرغت لوحدها يا دوبك، انا بس ببدا ان انا انزلها اهو. شايفين كده؟ بصوا ابدا ان انا دلوقتي اضغط الورق ده لجوه كده واقلبه. ليه بقى؟ عشان نتاكد من السوا 100%. شايفين كده يا حبايبي؟ وعلى مهلك خالص، ويا ريت ما يكونش في اطفال جنبك خالص للسلامه بس يا حبايبي. ان شاء الله يعني كده باذن الله رمضان جاي علينا، كل سنه وانتم طيبين. نبدا ان احنا نفرز قصدي الكرنب ده بيبقى حلو جدا تفرزيه، وكمان تسيبيه كده في الفريزر، تطلعيه على طول على الحشو، بيبقى طبعا مريح جدا بالنسبه لنا في رمضان. شايفين كده؟ بصوا اهو ما شاء الله. الورق طبعا شكله صابح، ظاهر لكم طبعا في الكاميرا حلوه قوي اهو. وابدا ان انا اغطس كده الورق عشان يستوي معايا. طبعا مش بهري الورق يا حبايبي، عشان لسه لما باجي احشيه وبحطه بيبدا ان هو يستوي معايا. طبعا مش عايزاه ان هو يتهري معايا. بصوا كده يا حبايب قلبي، دلوقتي انا معايا اخر كميه من بتاع ده، معايا اخر كميه من الكرنب يا حبايب قلبي زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا طبعا اتفرغت لوحديها زي ما قلت لكم، ولا تعبنا نفسنا ولا اي حاجه. شايفين ما شاء الله؟ بصوا الورق صابح طبعا وباين عليه قوي اهو كده. نبدا ان احنا نصفيه ونطلعه، وبعدين ان شاء الله هنشوف الخطوه الجايه ايه. واحده واحده كده على مهلك خالص. نبدا ان احنا بنقلب اللي فوق لتحت وهكذا، عشان كله ياخد السوا كامل وما يتهريش برضو مننا في نفس الوقت. شايفين كده يا حبايب قلبي؟ صلوا على النبي كتير كده يا حبايبي. دعمونا باللايك، وكمان اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد كده. لو انت كملتي معايا الفيديو لحد هنا، اسهل واسرع طريقه لسلق الكرنبه وهيطلع معاكي تحفه، وكمان مش هتتعبي نفسك. زائد التركات اللي انا قلت لكم عليها اعملوها باذن الله يبقى فله معاكم. بصوا كده يا حبايب قلبي خلاص الحمد لله خلاص اهو. قربت ان انا اخلص خالص اهو. شايفين طبعا لو ملاحظين الحله ما فيهاش نقطه زرقان. هو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه اللي الليمون بيعمله. بصوا يعني مش هتتعبوا ابدا ابدا في غسل الحله، ولا تقعدي بقى تدعكي في الحله ولا الكلام ده كله. والله يا جماعه ما فيهاش ولا نقطه زرقان. طبعا الكاميرا مش موضحه، بس انا برضو هحاول ان انا اوريكم كده. معايا طبعا اخر كميه اهو، اوريكم كده اخر حاجه. بصوا ما فيهاش نقطه زرقان ما شاء الله. طبعا النقطه بتاعه الليمون ده حلوه قوي، جربوها مش هتندموا ان شاء الله يا حبايبي ابدا ابدا. في اي اكله طبعا عايزه تعمليها، بتسلقي فراخ، بتسلقي لحمه، بتعملي كوارع، اي حاجه فيها سلق ان هي ممكن تزرق الحله، لا اعملي النقطه دي. وطبعا الليمون مش بيبان خالص يا حبايبي. لو اللي قلقان مثلا ان هو ممكن يعمل طعم او حاجه، لا مش بيبان ابدا على كميه الميه اللي انت بتحطيها، مش بيبان ابدا الطعم ولا اي حاجه. فما تقلقيش ابدا من النقطه دي، وهتريحي نفسك خالص ان شاء الله. نقطه حلوه قوي، جربيها في كل حاجه وقولوا لي برده لو انتوا عارفينها من قبل كده. بصوا كده يا حبايب قلبي خلاص انا هطلع اخر حاجه معايا اهو. طبعا الكرنبه ما شاء الله رمت معايا حلوه قوي وكتير. شايفين كده اهو خلاص. شايفين واحده واحده مع بعض كده باذن الله يطلع معاكي احلى كرنب في الدنيا. شايفين كده اهو.
طبعا ما تقطعش خالص، ده كله بيبقى حاجات صغيره مش من الورق، لا ده من الكرنبه ذات نفسها. شايفين كده يا حبايبي ما شاء الله. وابدا ان انا اقفل عليها خلاص كده، انا مش محتاجاها تاني. الميه دي طبعا بتتكب مش محتاجاها. انا عايزه بقى اوريكم هنا ان الحله، شايفين برضو بركز على الحله كده عشان خاطر تشوفوا انه مفيش زرقان ما شاء الله. هكب لكم برضو الميه دي وهرجع اوريها لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي، دلوقتي انا كده بعد ما كبيت منها الميه، شايفين بتلمع اكنك غسلاها وما شاء الله. والله يا حبايبي النقطه دي حلوه قوي، يا ريت تجربوها وتقولوا لي عملت معاكم ايه. شايفين الحله بيضه قشطه اهي، الحله بتتكلم يعني ما شاء الله حلوه قوي. شايفين جربوها وقولوا لي ان شاء الله، بجد هتدعوا لي على النقطه دي. كتير مننا بنعاني من الموضوع ده، طبعا بنتعب جدا في ان احنا نفضل ندعك فيها، برضه ما بتنضفش 100%، لكن ما شاء الله شايفين من نقط من الليمون بس، ونبدا ان احنا نحط معاها نص ليمونه ونقط منها. شايفين طلعت الحله ازاي ما شاء الله حلوه جدا. بصوا كده يا جماعه، احنا سلقناه زي ما انتم شايفين كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين بصوا تمام. هنبتدي نوريكم ازاي تقطعوه، علشان حتى لو هتغلفوه مش شرط ان انتوا تعملوه في نفس الوقت. يلا معايا نشوف. بسم الله، نصلي على النبي يا جماعه باستمرار عليه الصلاه وافضل السلام. واللي مش مشترك في القناه يدعمنا باشتراكه. شايفين كده بقطع العمود اللي في النص وببتدي اقطع بالتساوي. شايفين بتطلع معاكي الورقه كده زي ما انتم شايفين. بصوا بتقسموها طبعا نصين او على حسب ما انتوا عايزينها قد ايه. شايفين كده معايا، وببتدي اظبطهم وارصهم زي ما انتوا شايفين كده. هي كده بكل بساطة. مرة تانية برضو هوريكم. عندي بقطع العمود كده اللي في النص. شايفين؟ ايوه. وببتدي اخدها كده، بتكون هي يعني في بعضيها، بقطعها كده. ايوه بصوا معايا. وبقطع الاخيره دي، بتبقى عندي كده زي ما انتم شايفين. شكل الورقه سهله وبسيطه وسريعه ومش تاخد منك وقت. وبترصيها بقى على بعضيها وبتحطيها زي ما انت عايزه، يعني بتنشفيها كويس وتحطيها في كيس في الفريزر، او لو هتستخدميها في نفس الوقت زي ما انتوا شايفين كده براحتكم خالص. شايفين؟ وده بيبقى حجم الورقه وشكلها، وتبقى يعني سهله ان هي تتحشي على طول ان شاء الله. اوريكم برضو واحده تاني زي ما وضحت لكم. بنشيل العمود اللي في النص، بتبقى الورقتين جايين على بعض، بتقصيهم كده زي ما انتوا شايفين. ايوه مش بياخد منكم وقت خالص، وسهل وسريع، وتقدري تبقي محضراه في الفريزر عندك على طول من خلال يعني اكياس الحفظ. مفيش مشكله خالص ان انت تحطيه في الفريزر، بيقعد معاكي فتره طويله جدا، يعني تجيبي كرنبتين 3 يقضوكي ان شاء الله رمضان كله. طيب هخلص كده كل الكميه اللي عندي. بصوا كده يا جماعه، ودي كميه الكرنبه معايا. شايفين ازاي قطعت كتير، يعني اصلا ما رميتش منها اي حاجه خالص غير العمود اللي في النص. وده كمان ممكن يعني لو عندكم اطفال مفيد جدا للاطفال وحتى للكبار، يعني ممكن تنقنقي كده وانت بتعمليها. نبتدي بقى يا جماعه. بصوا انا مش عايزه اعمل طبعا كل الكميه دي عندي، هجيب اكياس عاديه خالص، اي كيس عندك مثلا او اكياس التغليف اللي عندك. هبتدي انا طبعا رصاهم، ابتدي اخد كده شويه من المرصوصين. شايفين كده؟ بصوا الورقه ازاي عامله معايا. بصوا شايفين؟ بصوا الورقه ازاي عامله معايا مظبوطه. شايفين؟ هبتدي اخد كده رصه من المرصوصين. انا عندي الكيس اهو، هبتدي افتحه كده زي ما انتم شايفين. هبتدي اخد شويه من الرصه بتاعتي واحط في الكيس بنظام، علشان لما اجي اطلعه
لو عايزينه يعني لو هتعملوا مثلا محشي لتاني يوم تقدروا تطلعوه من بالليل وتحطوه في التلاجة، لما تاخدوه الصبح ان شاء الله تلاقوه يعني كأنك لسه عاملة الكرومبوي، بيبقى طازة مفيش مشكلة. شايفين؟ بس اهم حاجة الرص. بصوا كده زي ما انتم شايفين. ابتدي ارص مثلا كمية المرة. حط كده زي ما انتم شايفين كمية تنفع مثلا لمرة، براحتك بقى يعني، تقدري تخزني الكمية اللي انتي عايزاها. في النهاية بتبقى شكلها كده زي ما انتم شايفين. حطيها كده في الفريزر عادي، وتقدري تحطيها في التلاجة من بالليل وتستخدميها الصبح مفيش مشكلة. وهو ده شكل الكرومب بتاعنا وشكل التغليفة بتاعتنا. وان شاء الله يكون الوصفة عجبتكم وتكون سهلة وسريعة ومش هتاخد منكم ولا وقت ولا مجهود ولا حتى تكلفة. وبألف هنا على قلوبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وصفات تانية جديدة. ما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناة، ومستنية لايك على الفيديو، ومستنية كومنتاتكم الحلوة ان شاء الله. مع السلامة.